عودة ملف الكولونيل نور الدين العطور للواجهة، وهذا جديد. قضية التيك توكر ملاك، التيك توكر خديجة بن ملال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا أيها المطالبون والمطالبات بالحق أينما كنتم، مناصرو ومناصرات العدالة، فارسات وفرسان العدالة في هذه البلاد، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا الفيديو اللي غادي نطرقوا فيه الجوج ديال المواضيع، الجوج ديال الملفات. الملف الأول كيتعلق بمستجد مهم جديد في قضية الكولونيل نور الدين العطور، والاه الله بواسع رحمته، وخطوات جديدة من المثابرة والمطالبة بالحق المدني. الأبرز في هذا الملف ابتسام ابنته، وجديد المواجهات أو بالأحرى جديد لقاء ابتسام رفقة محاميها الجديد بقاضي التحقيق اليوم. وأيضا إخواني أخواتي، ففي هذا الفيديو في هذا اللقاء فغادي نطرقوا المستجدات بخصوص قضية تيك توكر ملاك، التيك توكر خديجة بن ملال. هذا الملف الذي لن ننفك فيه عن المطالبة بتحقيق العدالة لروح الفقيدة التيك توكر ملاك، وإظهار حقيقة مقتلها في تلك الفيلا، فيلا البرلمان المتورط الرئيسي في هذا الملف. إذا إخواني أخواتي، فعلى بركة الله نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. والبداية غدا تكون بملف الكولونيل نور الدين العطور، والاه الله بواسع رحمته. كيف ما كتعرفوا إخواني أخواتي، منذ تتبعنا ومواكبتنا لهذا الملف ونحن نطالب بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، والسلطات بذلت كل الجهد من أجل إظهار حقيقة مقتل الكولونيل نور الدين العطور، وصلت إلى إثبات الجريمة وإثبات فعلا بأن الكولونيل نور الدين العطور ضحية جريمة قتل، ولا يعني لا يمكن التشكيك فيها، وذلك بعدة معطيات وبعدة أمور استندت عليها الأحكام النهائية للتحقيقات. هذه التحقيقات اللي صنفت الملف على أساس أنه جريمة قتل واضحة المعالم تحت الإصرار والترصد، لكن لم تتوفر المعطيات والأدلة الدامغة من أجل توجيه الاتهامات لأي شخص يعني في هذا الملف، على الرغم من أن التحقيقات والأبحاث يعني الاستدعاءات شملت لائحة كتزيد أو لا تقارب أو لا تصل إلى 40 شخص في هذا الملف، إلا أنه الأدلة لم تتوفر، وبالتالي فالجهات المعنية وكيل الملك ارتأى إلى حفظ هذا الملف. إلى هنا يعني القرار تبان يعني الأمور يعني مشات في واحد النسق اللي هو مؤسساتي، لكن العديد ومن خلال تتبعنا للملف كانت كتظهر مجموعة ديال الأدلة اللي ربما كتفيد بأن غادي نشاهدوا واحد يعني متهمين، لكن الكل تفاجأ ربما لعدم العلم ديالنا اليقين بالأدلة اللي كاينه وبالأمور اللي وصلت لها التحقيقات. وهذا الشيء كان نتيجة كم المعلومات اللي تسلمناه، اللي كنا كنتوصلوا به عن طريق الابتسام والمحامية ديالها، عن طريق الخرجات الإعلامية اللي كانوا كيشاركوا يعني كل المعلومات وما توصلت إليه التحقيقات مع الرأي العام. لكن على أي فتم حفظ الملف، لكن اليوم بحسب المعلومات دارت أولى جلسات ديال استئناف قرار حفظ الملف. يعني ابتسام من بعد ما وضعت طلب الاستئناف، فاليوم دخلت في أولى الجلسات ديال استئناف قرار حفظ هذا الملف. هذا حقها يعني مشروع، وكنتمناو فعلا أنه يتم القبول وما يتمش يعني حفظ الملف، ويبقى الملف مفتوح وتبقى تحقيقات جارية، ربما يعني توصل يعني الى نتائج. على اي تتبقى هذه آلية اللي مزيانه، اللي كنقولوا الابتسام يعني مزيان ان تاخذ يعني جميع الاجراءات القانونيه اللي امامها من اجل اظهار الحقيقه لروح والدها، مع العلم حتى انه ان تم يعني حفظ الملف فراه حفظه لا يعني انه اغلق وانه لن يفتح واخا تبان شي دليل ولا يبان شي حاجه، بل بالعكس في اي لحظه غادي يبان شي دليل، تبان شي برهان، غادي يتم فتح هذا الملف. على اي تبقى بان ابتسام يعني استغلت هذه الاداه اللي مفتوحه امامها، واللي هي طعن او استئناف قرار حفظ الملف،
اليوم دارت اولى الجلسات، كنتسناو نتوصلوا بالمعلومات بخصوص اشنو اللي وقع بالضبط، وكنتمناو يعني التوفيق الابتسام والتوفيق لكل المطالبين بالحق المدني في هذا الملف اللي كيطالبوا بدون كلال باظهار حقيقه مقتل واحد رجل امن اللي اشتغل لسنين عده، ازيد من 30 سنه في قطاع ديال الامن في مختلف، تحمل مختلف المسؤوليات، وبالتالي فكنتمناو يعني تحقيق العداله لروحه الطاهره انصافا له وانصافا لمشواره في الخدمه اللي قدمها المملكه المغربيه الشريفه. ونمشيو اخواني اخواتي الى الملف الثاني والموضوع الثاني المتعلق بالتيك توكر خديجه بن ملال. هذا الملف اللي يعني وصل الى مراحل فيها المواجهه ديال المتهمين والمواجهه ديال المتورطين بالادله والاسئله من طرف وكيل الملك قبل يعني احاله هذا الملف بشكل نهائي. على اي فتبقى بان كاينه عده معلومات اللي تفيد، شملات يعني مجموعه ديال الاشخاص المقربين سواء من دائره معارف الضحيه اللي هي تيك توكر خديجه، وايضا شملات مجموعه ديال الاشخاص المقربين اللي من دائره ديال الاصدقاء ديال المتورط الرئيسي اللي هو البرلماني المتورط اللي هو شرايبي. فالتحقيقات هذا امر طبيعي بالنسبه لي انا، لان هكذا هي تسري الامور والقاعده، فاكيد غادي يتم استدعاء عده مقربين على غرار يعني زوجة او لا طليقه المتورط، وايضا حتى الاهل ديال الفتاتين اللي حضروا ودلاو بمجموعه ديال الامور بخصوص واش فعلا هاد الفتاتين يمتهن الدعاره، لان التحقيق خدا عده اوجه التحقيق مع الفتيات لانه مازال تقراه، وبالتالي كاين عده امور اللي خلات ان يعني الفتره ديال التحقيقات تاخذ واحد البعد زمني كبير، على الرغم من توجيه التهم بشكل يمكن نقولوا بشكل يعني سريع للمتورطين، لان لما تم الكشف على حقيقه يعني هاد البنات اللي معتقلات على خلفيه هذا الملف، انذاك اكتشفنا بان الملف غادي ياخذ عده ابعاد، واكيد غادي يتم الكشف شكون هي هذه الجهات اللي ورطاتهم في هذه الدعاره الراقيه، شكون هي الجهات اللي ساهمت في هذا الامر، واش كاين شي يعني شي اجراءات اللي ممكن ان غادا تتخذ في هذا الامر من اجل يعني الضرب بيد من حديد على بحال ما هاد السلوكات اللي كتستهدف يعني الفتيات اللي كيدرسوا كيتم استدراجهم لهذا القطاع. عندنا معلومات وواحد الاحساس كبير بان فعلا باديه تحقيقات كبيره جدا بخصوص هذا الامر، وان هنالك واحد الرغبه جامحه عند الجهات الامنيه باش ان تجتاث يعني كل الاشياء اللي تم اكتشافها على خلفيه هذا الملف، ملف تيك توكر خديجه بن ملال. الى هنا الاخوان والاخوات جيت الختام ديال هذا اللقاء. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، والله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.